يا سلام يا سلام على اللي حصل في السبت الممتاز والحصاد المتميز، سواء في الأربع مباريات في الدوري الإنجليزي أو في الأربع مباريات في كأس العالم أو في المباراة الوحيدة لنادي برشلونة مع ريال بيتيس. بنبدأ على طول من الدوري الإنجليزي وتعادل مخيب للأمال لنادي ليفربول مع ليدز يونايتد 3-3 في غياب محمد صلاح. العند والكبر مع أرن سلوت ضد محمد صلاح بيكبر يوم عن يوم، وبيكبر من مباراة لأخرى، وبيكبر من جولة لأخرى. للأسف الشديد تعادل مخيب للأمال، هدفين لإنريكي وهدف لسوبوسلاي، ويعود ليدز يونايتد في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني في الدقيقة 94 نتيجة التخبط الدفاعي عن طريق تناكا، وليبقى ليفربول كما هو في الدوري الإنجليزي خيبان تعبان كسلان، ما فيش أداء تطور لأرن سلوت وعناد وكبر مع محمد صلاح. المباراة الثانية نادي تشيلسي مع نادي بورموث، تعادل سلبي 0-0 وتراجع في الأداء وخيبة أمل كبيرة كبير العالم وكأس العالم للأندية. للأسف الشديد تراجع كبير في الفنيات للمدير الفني دي ماريسكا. للأسف الشديد خيبة أمل كبيرة في التعادل المخيب للأمل. المباراة الثالثة نادي الأرسنال والسقوط أمام أستون فيلا في الوقت القاتل 2-1. بصراحة علامة استفهام على أداء أرتيتا مع لاعبي الأرسنال في ظل عودة بعض الغيابات. خيبة أمل كبيرة لأرتيتا ولاعبي الأرسنال في الحفاظ والتمسك بالصدارة للأسف الشديد، ويبقى عند 33 نقطة في المركز الأول. المباراة الرابعة والأخيرة نادي مانشستر سيتي بيفوز 3-0 على نادي ساندرلاند، بيستغل سقوط المتصدر نادي الأرسنال وينقض على المركز الثاني. الفضل كل الفضل للمدافعين في الهدف الأول والهدف الثاني فارديول وروبن دياز، وبيكمل المسيرة التهديفية فضل الشوط الثاني علامة استفهام كبيرة على تعامل بيب جوارديولا مع عمر مرموش ونزوله في الدقائق الأخيرة. خلاص كده بيب جوارديولا حط في دماغه اللقب من هنا ورايح. بيب جوارديولا هيصل إلى صدارة بجدارة وعن استحقاق. اليوم الأول في الجولة ال15 بهزيمة لنادي الأرسنال وتعادل بطعم الخسارة لنادي ليفربول ونادي تشيلسي، وفوز كبير لنادي مانشستر سيتي. يلا نروح لفوز نادي برشلونة على ريال بيتيس 5-3. بطل هذه المباراة هو فرناندو توريس وديامين ديامال وروبن في الاسيستات فوق بعد شوق لهانز فليك، والتقدم في صدارة الدوري الأسباني ب40 نقطة، ب4 نقاط فارق عن الغريم التقليدي في الجولة ال15 من الدوري الأسباني. نيجي لأشيك البطولة الأرقى، البطولة الأحسن. المباراة الأولى من حيث انتهينا تعادل مخيب للآمال وتعادل كارثة للمنتخب المصري مع المنتخب الإماراتي. أداء هزيل، أداء تعبان مع حجم طولان، ما فيش أداء، ما فيش نتيجة، ما فيش تقدم، ما فيش أي حاجة. صفر رغم التعادل الإيجابي لهدف كل فريق، صفر في الأداء، صفر في النتيجة، صفر في كل حاجة. يتحمل مسؤولية الأداء الهزيل هو اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول. للأسف الشديد المباراة الجاية هنقابل المنتخب الأردني القوي فعليا في هذه البطولة. المباراة الثانية في كأس العرب فوز المنتخب الأردني 3-1 على المنتخب الكويتي عن جدارة واستحقاق وشطارة. بطل هذه المباراة هو علي علوان اللي سجل الجون الثالث من ضربة جزاء. صراحة أداء كبير للمنتخب الأردني في هذه البطولة. المباراة الثالثة فوز كبير للمنتخب العراقي على المنتخب السوداني 2-0، بيخطفوا في آخر الدقائق فوز ثاني للتأهل للدور الإقصائي، الدور الثاني من البطولة. المباراة الرابعة والأخيرة فوز المنتخب الجزائري فوز كبير 5-1 على المنتخب البحريني. استعراض لقوة البطل، استعراض لقوة التهديفية، صراحة كلها أهداف جميلة وأهداف
متنوعة فيها أعلى نتيجة في البطولة العربية 5-1 على المنتخب البحريني. بينجح محاربي الصحراء في إثبات الذات في هذه المباراة القوية. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة واللايك المتين الحزين لهذه القناة حتى نفعل الربح. أهم حاجة الدعم المعنوي لهذه القناة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.